السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال، اللهم آمين. النهارده كده يوم جديد، فكرة جديدة، كلامنا إن شاء الله عن التوفير والتدبير وميزانيات وحاجات حلوة جدًا بفضل الله هتستفادوا. النهارده فكرة حلوة أوي لو اتبعتيها إن شاء الله بإذن الله رمضان الجاي هيبقى عليكِ كله، يعني عايزة أقول لِك ما فيش زنقة، ما فيش ديون، ما فيش استلاف، ما فيش شايلة هَم إنِّك تعملي جمعية أو تدوّري على جمعية وتقبضيها اسم أول أو على رمضان أو، تمام؟ طيب صلّوا بينا على النبي وزيدوا النبي صلاة. لو لسه أول مرّة تشوفي قناتي وصفة نصيحة مع مِس، خُشي كده خدي لِك لفة في الفيديوهات إن شاء الله هتستفادي كتير. كل اللي محتاجينه يا ست الكل أنتِ وهي، بُصّوا استنوا عشان ما اطوّلش عليكم الفيديو، بس اضغطي لايك بالله عليكم أول ما تشوفوا كده الفيديو، اضغطوا لايك و2 و3 وعلّقوا تعليق و2 و3 علشان الفيديو يترفع. كل اللي محتاجاه 5 جنيه، 5 جنيه مسك أيوه. بُصّوا حصّالة، إزازة، بُصّوا دي اتكسرت، كانت زمزمية بتاعة بنتي وانكسرت خلاص. بُصّوا ما تأزّميش نَفْسِك، إن شاء الله لو إزازة عادية خلاص. هابدأ أنا هاعمل هنا هاحوّش هنا، بس أنا طبعًا هابسطرها، خلاص هابسطرها كده بحيث إن أنا ما تتفتحش. وكل يوم هابدأ أشيل 5 جنيه، ليه يا مسك وإحنا فيننا وفين رمضان، وهابدأ اللي هو من الحتة دي هاسقط الفلوس وخلاص، بس أنا هالفّها ببلاستر بحيث إن يبقى صعب أصلًا فتحها عليَّ وعلى الأولاد وعلى أي حد، خلاص. طب ليه بقى؟ ودي هاخلّيها للجنيهات الفضية، الفكرة اللي أنا قُلت لكم عليها قبل كده الفيديو اللي فات، ارجعوا له كده، فكرة حلوة أوي من جنيه هتعمّري بيتِك. بُصّوا بقى عايزة أقول لكم هتخلّي بيتِك دايمًا فرشه جديد، دايمًا من الجنيه، خلاص. ومش عايزاكِ تشيلي هَم، كل حياتِك هتبقى بسيطة وحلوة. لو عندِك اكتئاب من فرش بيتِك إن هو مش كويس والدنيا زنقة مش عارفة أجدد بالجنيه هتجددي كل حاجة في بيتِك بفضل الله سبحانه وتعالى. بس اتبعوا وامشوا ورا خطوات مسكوا بالله عليكم. أول ما تشوفوا الفيديو ارفعوه بتعليق و2 و3 وصبّحوا عليَّ كده واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. طب يا مسك إيه ال5 جنيه دي وإيه الفكرة من دي؟ عايزة أقول لِك إن أنتِ لو فضلتِ من هنا لحد رمضان كل يوم تحطي 5 جنيه، 5 جنيه بسيطة جدًا. عايزة أقول لكم يعني ما تشيل معلش مش هتزنقِك. لو بتاخدي مصروفِك باليوم أو بالأسبوع أو بال10 أيام أو بالشهر، فال5 جنيه مش هتزنقِك. لو بتاخدي مصروفِك كل يوم مثلًا في اليوم 50، في اليوم 70، 100، كل واحد وعلى حسب ميزانيته، خلاص. ضغطتِ لايك والّا لسه؟ اضغطوا لايك وما تنسوش اللايك يا حلوين. باشوف كتير حبايب قلبي بس بينسوا يضغطوا اللايك، فأنتم بالله عليكم اضغطوا اللايك. طيب ال5 جنيه دي ممكن كلكم أو معظمكم يشوفها بسيطة، تمام. وفي واحدة تيجي تقول لي هو إحنا معانا عشان أحط كل يوم، ده أنا ماشية اليوم بالعافية، تمام. صدقيني 5 جنيه مش هتزنقِك، وأنتِ يا اللي بتقولي 5 جنيه هتعمل إيه، لأ ده ال5 جنيه هتعمل كتير أوي. تخيلوا لو حطيتوا من هنا لحد رمضان، يعني ربنا يبلغنا يا رب رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم آمين. وربنا إن أحيانا وكتب لنا يعني نصيب إن إحنا نعيش ورمضان ييجي علينا بالخير إن شاء الله، فهو أنتِ هتكوني كسبانة جدًا. من هنا لرمضان كل يوم 5 جنيه هيتعمل لِك مبلغ حلو أوي على رمضان. هتعرفي تشتري لبس لأولادِك، هتعرفي لو مش هتشتري لبس لأولادِك تمام وعاملة جمعية لللبس والكلام ده، هتعرفي تشتري خزين رمضان. واللي تيجي تقول لي رمضان مش أكل وشرب وللصوم والعبادة، عارفين حبيبة قلبي بس مصاريفه بتبقى زايدة شوية. يعني لو الأيام العادية بتصرفي 10.000 فأنتِ رمضان بتبقي عايزة 15، خلاص. طبعًا المرتبات ما بتزيدش في رمضان، هو نفس المرتب، خلاص. صلّوا بينا على النبي وزيدوا النبي صلاة. فأنا عايزاكِ تلتزمي كل يوم بشيل 5 جنيه واكتب عليها كده حصّالة رمضان كتشجيع، كنوع من التشجيع، لازقة كده حلوة وتحتيها ورقة وباكتب مثلًا حصّالة رمضان، كل يوم أقوم حاطة ال5 جنيه. طب يا مسكي ال5 جنيه دي هتعمل لنا إيه؟ ال5 جنيه دي هتيجي قبل رمضان محتاجة كسوة للأنتريه هتجيبيها. طيب محتاجة مثلًا اللهم صل على النبي أكل وشرب، ممكن تحدديها للأكل والشرب للخزين، للرز، للمكرونة، للبقوليات، للحوم، الكلام ده، دي 5 جنيه. بس ال5 جنيه دي صدقيني هتبقى حلوة أوي. ممكن حبايب قلبي كمان بيعملوا الفكرة دي، واحدة من متابعيني وحبايب قلبي بتعمل الفكرة دي إزاي، اللي هي بتبقى ماسكة عاملة الأكل والشرب وده باحوّش له من دلوقتي بحيث إن إحنا المرتب لمّا بييجي 10.000 أو 12.000 وعايزين الهدوم، فأنا ما باشيلش هَم وما باعملش جمعيات. للناس اللي بيقولوا لي يا مسك الجمعيات منظورة، هاقول لِك حبيبة قلبي الفكرة دي حلوة أوي إنِّك تبقي أساسًا بالها من الجمعيات خالص، بالذات كمان للناس اللي ما عندهاش معارف وما بيخرجوش من شقتهم. أنتِ كل يوم لو شِلتِ 5 جنيه هتيجي بعد يعني أمّا تيجي قبل رمضان كده هتشتري بقى قبل الغلا شكارة الرز، قبل رمضان طبعًا بشهر أو شهرين، خلاص. هتشتري شكارة الرز، هتشتري شكارة المكرونة، هتشتري البقوليات، الفول، العدس، الحمص، اللهم صل على النبي، ذكروني يا بنات، اللوبيا، الفاصوليا، الكلام ده، تمام. والخضار لو وقت تخزينه في خضار في السوق هتخزني في الفريزر عندِك وتشتري لحومِك وكده. طيب جيتِ أنتِ مثلًا متعودة إنِّك بتاخدي كل شهر وليكن 5، 6000 جنيه كميزانية. هاجي أنا أول ما جوزي بقى يقبض المرتب بتاع 5، 6000 جنيه هيديهم لي اللي هو الأكل وشرب،
هاقوم أنا واخداهم لوكشة واحدة وأقوم رايحة شارية بيهم الملابس، يبقى أنا كده وفّرت، واللي هو اللي هاشتري بيه أكل وشرب لأ الحمد لله أنا موفّراه طول السنة، فأنتِ ما تبُصّيش إن ال5 جنيه دي ما تعملش حاجة، أقسم بالله ال5 جنيه دي هتكون سبب يعني بركة في حياتِك، هتكون سبب رزق، وما تنسوش من الصدقة أولًا وآخرًا، خلاص؟ يعني عايزة أقول لكم الصدقة بعد ما باحوّش المبلغ ده بابقى مثلًا قايلة إن شاء الله هاطلّع مثلًا صدقة منه وليكن 5 جنيه، 10 جنيه، بس إن شاء الله ربنا يقدّرني وأداوم على الحاجة دي، تمام؟ لازمًا يكون عندِك هدف، لازمًا تشوفي نَفْسِك، لو كل سنة بتتزنقي في رمضان، لأ أنا مش هاتزنق في رمضان إن شاء الله الجاي، لأ ده أنا هاعمل حاجات كتير، هاتي حصّالتين كده، حصّالة اسقطي فيها الجنيه، وحصّالة اسقطي فيها ال5 جنيه، ال5 جنيه دي هاخلّيها للأكل والشرب والبقوليات والكلام ده وخزين الشهر بتاع رمضان بفضل الله، والجنيه ده لو جمّعتِ من هنا لرمضان مثلًا اللهم صل على النبي 300 جنيه حتى من الجنيه اللي أنتِ بتعمليه هتشتري بيه أي حاجة، 300 جنيه ممكن تشتري بيهم مثلًا اللهم صل على النبي أي حاجة، ممكن تشتري بيهم فازة جديدة تحطيها في الصالة عندِك، ممكن تشتري بيها مفرش جديد في ترابيزة الأنتريه، ممكن تشتري مثلًا بيها سجادة للمطبخ، مشّاية كده حلوة للمطبخ، فهتجددي بيها أي حاجة، ممكن تشتري بيها الأنوار بتاعة رمضان لو أنتِ ما عندكيش من السنة اللي فاتت، ممكن تشتري بيها مثلًا كوشنين أو 3 للأنتريه عندِك، فشوفوا من جنيه، من جنيه، فكُلّه اللي هيبدأ معايا الفكرة يقولوا معاكِ يا مِس، وعلى طول اكتبوا لي تحت في التعليقات عجبتكم فكرتين أهو، واحدة من 5 جنيه وواحدة من 10 من جنيه، لكن إن شاء الله هتبقى حاجة حلوة أوي، ورمضان هيخش عليكِ كده بفرحة من غير ما تبقي شايلة هَم ولا أي حاجة، أرجوكم ما تنسوش اللايك وشجعوني كده بكومنت حلو بالله عليكم علّوا لي الفيديو، اللي بيحب مسك وعايزها يستمر معاه على طول، ارفعوا لي يا بنات الفيديو بلايك والتعليق و2 و3 علشان إن شاء الله الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، دمتم في حفظ الله سالمين آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.